بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان وضع الدور كلها امين. انجيل هذا الصباح يا احبائي انجيل معلمنا متى اصحاح 25 بيتكلم عن قصه العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات. الجيل ده الكنيسه رتبته انه يتقري كل ما يبقى فيه تذكار لاحدى قديسات العذارى، زي النهارده كده مريم المجدليه، فنقرا انجيل العذارى الحكيمات. والكنيسة رتبت برضو انها تحطه لنا في صلاة نص الليل كل يوم في الخدمة الأولى. إنجيل بيفكرنا بالاستعداد. دول 10 عذارى، 2 كانوا سهرانين، 2 مكرسين للمسيح، 2 بيصلوا، 10 كلهم بيصلوا. الفرق ان في ناس مرتبين نفسهم ومجهزين نفسهم ومستعدين ومالين أوانيهم زيت، وفي ناس معهمش الزيت. هو ده الفرق الوحيد، مفيش فرق تاني خالص. 2 بتوع ربنا وال2 بيصلوا وال2 سهرانين مستنين العريس. بس واحد مجهز نفسه ومستعد لاستقبال العريس وعامل الترتيبات كلها. انت لو عندك ميعاد مهم وعندك ميعاد مع مديرك بتستعد له قبليها بكام يوم وتجهز له. ما بتجيش تخش فجأة كده تصحى الصبح تروح له، لا، بتستعد له نفسيا ونستعد له جسمانيا ونستعد له روحيا، تستعد له تبقى مجهز لاستقبال العريس. هو ده اللي عملوه العذارى الحكيمات، وده اللي الكنيسة بتفكرنا بيه. هم كل اللي عملوه ان هم جهزوا اوانيهم بالزيت، والزيت ده في الكتاب المقدس يرمز لروح القدس. احنا كنيستنا كنيسة زيت، احنا طول حياتنا نفضل نعمل أعمال تملأ أوانينا زيت. هو ده اللي هيدخلنا السماء. قال لهم كده: ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. مش ان انت تقعد تقول يا رب يا رب وخلاص، لا، انت بتعمل ايه؟ تقول انا مستعد لاستقبالك يا رب. انت بتعمل ايه؟ بتجهز نفسك وتجهز قلبك لدخول العريس في قلبك. هو ده اللي هيفرق، هو ده اللي هيفرق، يديك ثمر الروح القدس اللي هو الزيت ده. هو ده اللي هيطلع الثمر فيك، هو ده اللي يفعل عمل الروح القدس. كلنا واخدين مسحة الروح القدس في الميرون بعد المعمودية، لكن في واحد تلاقيه الروح القدس نشيط جواه. الروح القدس يقعد يخليه، يقول له خلي بالك الحتة دي ما تروحهاش، الكلام ده ما تقولوش، الأعمال دي ما تعملهاش، ويشجعه على الأعمال الحسنة ويشجعه على أعمال الرحمة، يبقى فعال جواه ونشيط جواه. في واحد طافي الروح، زي ما قال لهم كده: لا تطفئوا الروح. لا، في واحد طافي الروح، الروح القدس موجود جواه بس طافيه، بيبوسه ويحطه جنب الحيطه. في واحد عنده كلمة الله بيقراها كل يوم الصبح وياخد منها. في واحد بياخد الإنجيل بركة كل يوم يعدي عليه وياخد بركته وانتهينا على كده. هو ده الفرق، هو ده فرق الاستعداد نفسه. عشان كده الكنيسة رتبت إن احنا كل يوم قبل ما ننام نصلي الإنجيل ده، ونفتكر إن احنا قبل ما ننهي اليوم لازم نكون استعدينا ونكون جاهزين لاستقبال العريس قبل ما نبتدي يوم جديد ونفكر هنعمل فيه. واحنا بنختم اليوم نقدم كشف حساب اليوم. انا ايه الاعمال اللي عملتها النهارده تخليني ابقى مستعد لاستقبال العريس؟ ايه الاعمال الحسنه اللي عملتها تخليني ابقى مستعد لاستقبال العريس في قلبي؟ هل انا جهزت قلبي فعلا عشان ربنا؟ احنا بنصلي في القداس: اين هي قلوبكم؟ نقول هي عند الرب. هل هي فعلا احنا مجهزينها قبل ما نيجي القداس ان هي عند الرب؟ هل لما نيجي نقول هي عند الرب هي فعلا عند الرب، ولا احنا مشغولين بحاجات تانية وقلوبنا مليانه بحاجات تانية؟ هو ده فرق الاستعداد، هو ده فرق بين العذارى الحكيمات وفرق العذارى الجاهلات. ناس مستعده وناس مجهزه نفسها بكل اعمالها وبكل اوانيها، وفي ناس جايه سهرانه وخلاص، ناس مقضياها. وفي الاسم ان احنا في الكنيسه، والاسم ان احنا رايحين جايين الكنيسه، بس الاسم ان احنا مستعدين ولا لا، هو ده اللي يفرق. عشان كده الكنيسه النهارده بتفكرنا بالانجيل دوت، وتدعونا ان احنا لما نيجي نصلي القداس، نيجي نحضر القداس، احنا بنصلي القداس ونكون مستعدين لاستقبال العريس، نكون مجهزين اوانينا، نكون مجهزين الزيت بتاعنا، نكون مجهزين اعمالنا، نكون مجهزين قلوبنا، مجهزين افكارنا. كل ده هيجي نحطها عند الله ونقول له: انت يا رب تقدسها وتطهرها وتكون اواني صالحه لاستخدامك يا رب يسوع. خلينا واحنا بنصلي القداس نفتكر دايما الانجيل ده، ونفتكر نجهز استعدادنا ونكون احنا مستعدين لاستقبال العريس، واللي احنا المجد من الابدين.